المذاكرة بتجيب مذاكرة يا جماعة، والكسل بيجيب كسل. خليني أقول لك إزاي. المذاكرة بتجيب مذاكرة، كل ما بتنجز حاجة كده بتحس براحة ويبقى عندك قابلية إنك تنجز أكتر وتخلص كل اللي وراك. تبدأ بمادة ثم التانية ثم التالتة. أيام الامتحانات في 3 أنواع من الناس. ناس بدأت تذاكر الأيام دي وبجد رضت بالأمر الواقع وعرفت إن الامتحانات على أبواب، وبتحاول على قد ما تقدر تنجز اكبر قدر من المذاكره المتراكمه عليها. النوع التاني بقى ناس لسه ما بداتش اصلا، وكل اللي بتعمله بتلوم في نفسها وبس. انا ليه ما ذاكرتش بدري؟ انا ليه ما عملتش؟ وليه وليه وليه؟ ومش هنخلص. ما فكرش حتى يستغل الوقت اللي باقي ويساعد نفسه ويسيبها كده كلها على ربنا بمشاكلها. النوع التالت بقى يا جماعه، واحنا عارفين النوع ده، اللي هو عايز يذاكر كلمتين ليله الامتحان ويخش يحطهم في ورقه الامتحان وكفى الله المؤمنين شر القتال. الخلاصة بقى يا صديقي إن ربنا له حسابات تانية بعيدا عن حساباتنا، إنما العامل المشترك في كل اللي بنقابله هو الجهد والسعي. حتى لو قدامك يوم واحد بس على الامتحان، اعمل اللي عليك في كل حاجة، ولو ما لقيتش نتيجة هتلاقي نتيجة في حتة تانية ما كنتش متخيلها عموما. فبلاش بقى تقول أعمل إيه واتصرف إزاي. اجتهد واسعى وسيب النتيجة على ربنا، سيب الحسابات التانية على ربنا وهو هيرزقك بأفضل ما أنت متخيل. والله سيبها كلها على ربنا، توكل على الله، اسعى وسيبها على ربنا. شغل بمزاج لا يعلى عليه، عكس هو اللي صحيح. شغل بمزاج شيء مش كويس وشيء لا يعتمد عليه. كل لما بتكبر بتنضج وتدرك ان المزاج المفروض ان هو يتشال من المعادلة تماما وبتحط مكانه حاجات تانية كتير زي المسؤوليات، زي الانضباط. انضباط اهم بكتير بكتير من الموهبة والاعتماد على المزاج. العالم مليء بالموهوبين المتخاذلين، واكبر فخ ممكن اي شخص موهوب يقع فيه هو ربط انتاجه الابداعي بالمزاج. المزاج هو شيء متقلب ولا يستقر تلقائيا الا نادرا. فكرة ان كل شعور هو مجرد اقتراح، ما وافقتش عليها وقمت واشتغلت وبدأت في الشغل، هتكتشف ان انت ما كنتش تعبان، ما كنتش مكسل، وموضوع المزاج ده ما كانش حقيقي. الحل هو انك تبدأ في الحاجة وخلاص. اتحرك، ابدأ يا حبيبي. نصيحة: أي شيء بتتمناه ولا تستطيع بلوغه بالأسباب لا تقول مستحيل، لا تقول ما ممكن، قول ربي هب لي. أقداركم تؤخذ من أفواهكم. زكريا عليه السلام كان شيخا كبيرا طاعنا في السن، مع ذلك قال بهب لي من لدنك وليا، فجاءته استجابة الله تعالى قائلا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، تكفل الله له حتى باسم ابنه. الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن كان خيرا فله وإن كان شرا فله. فلا تقل مستحيل، ولكن قل رب هب لي من لدنك، وأبشر باستجابة الله تعالى.